السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا هلا فيكم أصدقائي بفيديو جديد، والصلاة والسلام على رسول الله وصحبه وآله. طبعا أنا كنت مجهزة فيديو حامية على موضوع المذيع أحمد فاخوري في قناة الجزيرة، برغم أن أنا من متابعين المذيع أحمد فاخوري، ومن الناس اللي بتحترم المذيع أحمد فاخوري. وفي طبعا الموضوع بدأ يدخل ترند، وبدأ يحصل هجوم من اليوتيوبر اليمنيين والمفسبكين وغيرهم. فعلى قناة المذيع أحمد فاخوري طبعا هو ظهر مع الأخ عبد الرقيب اليافعي، تمام، واعتذر لليمنيين واعتذر لعبد الرقيب اليافعي وباس راس عبد الرقيب اليافعي، ووضح أنه هو نفسه لا يفهم ولا عنده معلومات عن الرياضة، ما يفهمش كثير بالرياضة، تمام. و انتهى الموضوع بأنه هو أساسا بيقول أنه حتى اللي حط الأسئلة هذه مش هو اللي حط الأسئلة هذه، وهو ما كانش فاهم بهذه الأسئلة، أو ما عندوش المعلومات الرياضية الكافية. فأتمنى من الشباب أنه تهدوا الموضوع. المذيع أحمد فاخوري اعتذر وما كانش عن قصد، وهو بالأساس يعني هحط لكم الفيديو حقه، هو بيعتذر في أول تعليق مثبت تحت الفيديو. هو بالأساس مش فاهم في المعلومات الرياضية أو في الأسئلة الرياضية، ولم يضع الأسئلة هو. فالموضوع ببساطة أنه هو ما كانش قصده السخرية من اليمنيين، أو أنه يوضح أنه عبد الرقيب اليافعي مش فاهم شيء أو ما إلى ذلك، ولو أنه توضح لنا أو ظهر لنا في البرنامج خلاف ذلك، تمام، ولكن بعد الظن إثم. اوكي، فاتمنى انه الموضوع ما يبداش، يعني انه لانه بدا يدخل ترند، ما يزيدش الهجوم او السب او اللعن على احمد الفاخوري، لانه السوريين هم اخواننا واهلنا، واحنا كلنا في نفس تعرضنا لنفس الشيء تقريبا، لنفس العذاب، لنفس التشرد، لنفس المشاكل في الدول العربية قبل ما تكون في انحاء العالم. وتحية يعني الشخص لما يكون إنسان مثقف وإنسان محترم ويحترم نفسه، بيظهر في هذه المواقف إنه هو بيعترف بخطأه. وأحمد فاخوري ظهر في قمة التواضع وقمة الاحترام والأدب، واعتذر لليمنيين واعتذر لعبد الرقيب اليافعي. فما فيش داعي إنه تكبروا المشاكل أو تكبروا موضوع الحلقة اللي انتهى، لأنه أحمد فاخوري بالأساس هو مالوش أي ذنب، و مش هو اللي حط الأسئلة، وأيضا هو اعتذر لليمنيين ولعبد الرقيب اليافعي نفسه اللي هو استضافه في البرنامج. فأتمنى أنه هذا الفيديو يكون وصل للجميع اليوتيوبر، أنه ما يظلش كل شوية ينزل فيديو يسب أو يلعن في المذيع أحمد فاخوري.